الفيديو التاني Q&A. بعمل مجموعة فيديوهات أنا كده مع بعض. بالنسبة للشغل الأونلاين، ولو حد مستواه مثلا بيتحسن، يعني بياخد وقت بيتحسن. طب كمان في شغل أونلاين، في شغل كتير جدا أونلاين بيكون متوافر. ولو أنت عندك السكيلز المطلوبة في سوق العمل، اسأل نفسك أو ادخل اسأل شات جي بي تي، إيه السكيلز اللي أنا محتاجها عشان أنا أبتدي شغل أونلاين؟ إيه السكيلز اللي أنا محتاجها عشان ان انا ابتدي شغل فريلانس؟ او ايه المهارات اللي انا محتاجها؟ هيبتدي يرد عليك. شوف انت عندك كم مهارة منهم. طب وبعد كده قسم المهارات دي لمهارات اساسية. 50% اللغة الانجليزية، 50% التانيين المهارات زي التواصل، وزي البروبلم سولفينج، وزي حاجة الخطوة التأخيرية مثلا، واللي هي المهمة جدا اللي هي السيلز والماركتينج. دول مهمين جدا. طب انا ما عنديش كل دوت، ما اعملش كل ده. اعمل بكل بساطة، بس اسمع الفيديو للآخر. في منحة او بروجرام اسمه ALX. انا دخلت كده شفت ايه هو ايه ALX ده. عبارة عن كورسز، في منهم بس 2 أو 3 هما المجانيين. ادخل التدريب ده لمدة شهر ونص. في حاجة اسمها Virtual Assistant، المساعد الافتراضي. هيديك شوية سكيلز وهيعلمك شوية حاجات بسيطة. لو انت ما عندكش سكيلز خالص هتتعلم وهيفرق معاك. طب الانجليش بتاعك مثلا فليكن B1، حلو. تقدر انك تجوين في حاجة زي كده، وهتتكلم مع ناس. التعامل او التواصل معاهم بيكون باللغة الانجليزية، والاكتيفيتي باللغة الانجليزية. هل انا دخلت ALX؟ لا، بس بناء على اللي انا سمعته وشفت التعليقات. عندك برضو على النقيض التاني اللي هو على الجانب الاخر فيه هو ماكنزي فورورد. ماكنزي فورورد دوت بقى بيعلمك شويه مهارات، بيعلمك بروبلم سولفينج، بيعلمك الكوميونيكيشن، بيعلمك حاجات كتير قوي في الليدرشيب والكلام دوت. الحاجات دي جميله قوي. فلو انت حابب تجوين في حاجه زي كده، ادخل توكل على الله. عندك وقت وعندك العزيمه، توكل على الله. وكده كده المستوى بتاعك في الانجليش هيزيد. طب انا هعمل ايه عشان ابتدي الاقي شغل؟ حسن الانجليش، وما تحطش لنفسك عراقيل قدامك زي ما انا عملت. لا، خد الموضوع بهدوء. انت عندك 24 ساعة، انا محتاج ساعتين 3. انت قدرتك قد ايه؟ انا قدرتي ساعة، خلاص. يبقى ما تتوقعش من نفسك ان انت هتقعد في اول مرة 4 ساعات. قدرتك انك تقعد ساعة، فانت هتقعد الساعة. والله ربنا كرمك وقدرت انك تقعد ساعتين، خير وبركة. ما قدرتش، الحمد لله. انت كده كده محدد ساعة. طب انت ربنا فتحها عليك ورزقك علو الهمة والعزيمة، وبدأت انك تجتهد اكتر. توكل على الله وابتدي. اسمع كتير انجلش، اتكلم كتير انجلش، ادخل انترفيو 1 و2 و3 وتعلم، وروح هنا واسمع هنا. وكمان اغلب الانترفيوز دلوقتي كلها اونلاين، فانت مش محتاج تروح في حته. انت بس موبايل زي ما انا فاتحه كده، والانترفيو بتدخله اونلاين، بيبقى فيديو على تيمز او زوم، وات ايفر يعني. وتبتدي انك تتعلم وتستفاد، وبتستفاد اكتر من مثلا من انترفيو اللي انت ما بتعديش فيه. ازاي؟ خد انت التجربه وانت هتشوف بعد كده الفرق هيبقى عامل ازاي. سلام.